الحماسيه ورغبه الفريقين في تحقيق الانتصار وانتزاع نقاط المواجهه، وان اختلفت اطماع وطموحات الفريقين خلال ما تبقى من مباريات ومن لقاءات هذا الموسم. حضور جماهيري يمكن نقول انه حضور متوسط، ننتظر جمهور كبير خصوصا من جماهير فريق الدفاع الحسني الجديد في غياب جماهير فريق الوداد بقرار من السلطات، ولكن ننتظر بان الجمهور الحاضر انه يعطي حماس بالنسبه للفريقين، خصوصا بان المباراه كما قلت بان لا الدفاع الحسني الجديد ولا فريق بيترو اتلتيكو الانغولي. اذا تعطى انطلاقه المواجهه تبرز تبعد الفرصه سيف الدين بورا، الحكم يعلن الخطا بالفعل، كان خطا لفائده فريق الوداد على مجال مستطيل العمليات. نتابعوا من جديد هذه الفرصه وهذه المحاوله. محمد أوناجم لعبت الكره دائريه، فرصه خروج الحارس محمد الشنوف اللي كيدخل وكيبعد الكره للزاويه. كانت فرصه لفائده فريق الحسوني، محتفظ بها الكره، كيرفع الكره ممتازه لكن مشات بعيده شيئا ما على السنغالي صعب المستوى وسط الوداد. لعبت الكره فرصه لفائده فريق الوداد، ولكن سامبو جونيور ما تمكنش انه يحصل الكره. والارقام والاحصائيات بالنسبه للجمهور الكريم. لعبت الكره داخل منطقه الجزاء والفريق يحاول انه يحقق الفوز. هذه فرصه الهدف تضيع امام المرمى. تدخل الحارس بامكاننا نتابعوا محاوله تسجيل فرصه عند اللاعب اللي خصو يكون متطابق مع الهويه والخصوصيه ديال الفريق واللي كيبغيها كذلك الجمهور ديال الوداد. كنعرفوا الجمهور اللي يعطي طلوه. محمد أوناجم يحيى يعطي لعبات كره دائريه ولكن سهله. بورا هذه فرصه محمد أوناجم، هناك خطا الحكم المساعد رافع الرايه في الوقت اللي الحكم هشام تمسماني يعطي طلع. أوناجم كيلعب الكره في القائمه الثاني، خروج حارس موكوكو كيرفع الكره داخل منطقه الجزاء، مشات مباشره المدرب الاطار الوطني وليد ركاكي. فرصه تدخل امين ابو الفتح وابعاد الكره من طرف ايوب العملود. سكحان دائما محتفظ بالكره، الحكم كان خطا لفائده فريق الدفاع الحسني الجديد. لعبت الكره دائريه داخل منطقه الجزاء الراسيه، دائما محاوله ابعاد الكره تسديده. ومحمد أوناجم كيرفع الكره، فرصه الهدف الاول بواسطه سامبو جونيور في المكان المناسب. تمريره ممتازه العرضيه من الجهه اليمنى، محمد أوناجم العرضيه داخل منطقه الجزاء. كتعرف تواجد السنغالي سامبو جونيور الذي يودع الكره في شباك الحارس محمد الشنوف. هدف اول كيجي تقريبا في حدود الدقيقه 29 وبالتالي فريق الوداد أسامة يلعب الكره داخل منطقه الجزاء. لعبت الكره دائريه الراسيه، فرصه دائما محاوله يحاول يرفع الكره، فرصه ومرات امام المرمى. دائما الخطوره عبد الله فرح، شو يعمل عبد الله فرح؟ كيرفع الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه، مشات فوق المرمى. محاوله خطيره لفائده فريق الدفاع الحسني الجديد اللي كان بامكانه العوده في نتيجه المباراه. نتابعوا من جديد التمريره في الجهه اليمنى، عاد من جديد حتى انه يكسب الرسميه ديالو في دفاع فريق العملود. غادي يعمل ايوب العملود لمحمد أوناجم، الراسيه ديال سامبو جونيور مشات فوق المرمى. فرصه خطيره لفائده فريق الوداد مره اخرى. حكم كيعلن الخطا. كيبقى دائما طموح ديال الفريق وديال الجماهير ان الفريق يحتل مراتب متقدمه، ولما لا انه يلعب لادوار طلائعيه ويبحث على اللقب. مباراة من جديد. اذا الحكم هشام التمسماني يعلن على نهايه الشوط الاول. نتمنى بان الشوط الثاني يكون شوط الايقاع ديالو ايقاع سريع. نتابعوا محاوله ينتهي بنهايه الموسم. تدخل باليسرى ايمن الحسوني، هذه فرصه لفائده فريق الوداد ولكن اللي كان فرح كينتظر احد اللاعبين كيسدد مباشره ممتازه. وتدخل الحارس احمد رضا لفائده فريق الدفاع الحسني الجديد. تبعد المحاوله، دخول داخل منطقه الجزاء، التمريره وتدخل احد لاعبي فريق الوداد سقف ارضيه الملعب هشام بوسفيان. انطلاقه ديال بوسفيان، دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه الوداد وتدخل الحارس محمد الشنوف. مرتد هجومي سريع لفائده فريق الوداد، كان بواسطه لاعب الدفاع الحسني الجديد. دخول لاعب عمر الهنودي، هذا المراوغه التمريره وتدخل امين ابو الفتح. كان البحث على اللاعب عبد الرحيم ابرقين، كان كيختارهم بعنايه حتى انه يعطيو اللمسه والاضافه المرجوه وتقديم الدعم خصوصا باقي اللاعبين. اللي كسر نجيب الصافره وتنفيذ هذه الكره الثابته. لعبت كره دائريه الراسيه طرف لاعبين فريق الدفاع الحسني الجديد مره اخرى عند اللاعب عمر الهنودي، والحكم كان الخطا. أسامة سكحان لعبت كره دائريه، البحث على الراسيه، فرصه كانت لمرات الكره امام المدافع اسلام طاهر.
سامبو جونيور لاعب عمر الهنودي تنافس مع امين ابو الفتح تمكن من الدخول فرصه فرصه الهدف تضيع فرصه الهدف تضيع. كان البحث على عبد الرحيم أبرقيل. عمر الهنودي طريقه ممتازه باش خدا الكره وباش راوغ اللاعب امين ابو الفتح خدا الكره. فرصه لفريق الدفاع الحسن الجديدي خروج احمد رضا التغناوتي ممتاز. ضغط ديال لاعبي فريق الدفاع الحسن الجديدي تسديده ولكن مشات فوق المرمى في الجهه اليسرى كل هدوء. امين ابو الفتح كيرجع الكره ابو سفيان فرصه لفائده فريق الوداد رفعت كره خطوره دائما محاوله وابعاد الكره. فرصه لفائده فريق الوداد اللي كان امام المرمى. نتابعوا من جديد هذه المحاوله. هناك تغطيه العوده ديال اللاعب كريستيان والكره خارج. سامبو جونيور خدا الكره هذه فرصه تسديده ولكن مرت جانبا يعني ترفعت الكره داخل منطقه جزاء سامبو جونيور فرصه الثاني تدخل وابعاد موكوكو تدخل يحيى عطيه الله. هذه فرصه هشام ابو سفيان خروج الحارس تمريره طويله خروج الحارس احمد رضا التغناوتي خطيره احمد رضا التغناوتي تمكن من الوصول للكره. كانت محاوله خطيره. نتابعوا امين ابو الفتح خلى هذا مهم جدا بانه تعطى الثقه لهذه فرصه وتسديده قويه من طرف المدافع.